كهربا عايز يعدي بكوبري، لكن احمد فتحي ده يا كهربا، احمد فتحي مش كل فيشه هتمشي فيها يا كهربا. اليمنى وصلت الان لحسام غالي، نقل الكره للامام، هذه خطيره، فيها محاوله خطيره والتسديده من ايبونا، مالك ايبونا، لكن كره جميله جدا، كره في منتهى الخطوره تبادلوها لاعبو فريق النادي الاهلي. شوف الكره في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، لعبت من رمضان صبحي وعبد الله او وليد سليمان، ومحاوله من مسافه بعيده، تسديده والتصدي، الله جميله ملعوبه، الشناوي يبعدها، شوف مالك ايبونا، لكن الشناوي لتحت القدم المصريه في ضيافه دوله الامارات العربيه المتحده. في خطا وحكم المباراه، وعندنا كهرباء وعندنا اجواء مكهربه وعندنا سوبر جميل عزيزي المشاهد يقدم في دولة الامارات العربية المتحدة. كما ذكرت الخبر الجميل اللي وصلني، وهذا حصريا عبر ابو ظبي الرياضية، ان بداية من السنة القادمة سوبر اماراتي مصري سيمتد ان شاء الله، سيبدأ من السنة القادمة. اللاعب ولاحظ هنا مالك ايبونا، بينما هنا وليد سليمان ايضا يعطي التعليمات، وهنا حسام غالي الذي يبدو في حاله من عدم الرضا. الاهلي سيطره كبيره في اخر 3 بطولات سوبر 2010، فاز على حرس الحدود بهدف للكبير في ذاكره النادي الاهلي محمد ابو تريكه. 2011 طبعا نظرا للظروف التي عاشتها مصر، ظروف الثورة المصرية، لم تلعب هذه البطولة. في 2012 الأهلي يعود أيضا للبطولة وللتتويج على حساب إنبي بهدفي عبد الله السعيد الحاضر الليلة ومحمد ناجي. مقطع المباراة الأول، كرة تلعب بالفعل، تنقل للأمام، هذه خطيرة للأمام وضربة جزاء. الإسباني يحتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي، ضربة جزاء موجودة للنادي الأهلي، ويا لها من إثارة في الشوط الأول عزيزي المشاهد. نعم ضربة الجزاء موجودة، عبد الله السعيد يتقدم، جول، شوط جميل، شوط تقدم فيه الزمالك بهدف لعمرو جابر، وكاد الزمالك. هذه كرة في المكان السليم، خطيرة الأمام، عالية وفرصة للأمام وكرة بالضيع، كرة إلى رمضان صبحي، رمضان صبحي كاد أن يأتي بهدف ثاني لفريق النادي الأهلي في الكرة الماضية. رمضان صبحي ثاني أصفر من جانب رامي ربيعة، نقلت الآن لحسام غالي، أرسلت الأمام، فنان خطير، ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب، والأهلي والملعب كله، شيء طبيعي جدا، لكن طلب الكرة صح، الكرة اللي نقلت من حسام غالي بصورة راقية لوليد سليمان، وليد سليمان الفنان استقبل الكرة، عرقلة من محمد كوفي، وبالتالي ضربة جزاء هي الثالثة في المباراة. يا له من في الشوط الأول، مرة أخرى ربما يهدي السعادة لجماهير القافلة الحمراء، يتقدم، جول، جول، غير الأمور. شوف ضربة جزاء صحيحة لا خلاف على ذلك، وبعد ذلك مرة أخرى عبد الله السعيد يهدي السعادة، كل السعادة لمحبي النادي الأهلي. طارق حامد تعود للنادي الاهلي عن طريق حسام غالي، مهاري وقيادي في وسط الملعب، لديه نظرة ثاقبة في كرة القدم، تجربة ميدانية ممتازة، يعرف متى يسرع المباراة، وبالتالي كرة تعود الآن من جانب حجازي، أحمد حجازي، حسام عاشور عن طريق أيضا هذه كرة لصالح مؤمن زكريا. شوط ثاني من المباراة، الأهلي بدأ سريعا، سجل، الآن يحاول الزمالك العودة للمباراة،
الكرة تعود من جانب حسام عاشور. تشعر بأن تعامل الأهلي في الشوط الثاني مع الكرة مع مجريات المباراة أفضل، خاصة بعدما سجل الهدف الثاني. يستدرج الزمالك في حالة ذكاء كبيرة في التعامل التكتيكي مع ظروف المباراة. سيكون كبير، وهذا الاندفاع ربما يأتي ببعض المساحات الشاغرة في دفاعات فريق الزمالك، وبالتالي اعتماد على ايضا سرعه اللاعب مالك ايفونا في خط الهجوم. هذا هو اللاعب اللي نقل الكره اللي سجل منها، وجاءت ضربه الجزاء والكره تبعد الان. اللاعب الشاب رمضان صبحي حاول، ولا زالت الكره لرمضان صبحي. حسام غالي، رمضان صبحي، كره تلعب بالفعل ما بين ايفونا. هذه خطيره الكرات الماضيه، والله صعبه جدا لان متطلب يعني ان تستمر هذه المسابقه بهذه الصوره الراقيه. هذه كره للنادي الاهلي في المكان الخطير، فرصه الله خطيره، جول جول. نتيجه حتى الان هذه الكره رمضان صبحي بصوره جميله، وبعد ذلك طبعا النهايه كانت راسيه جميلة من مؤمن زكريا. يتقدم النادي الاهلي 3-1. السوبر يقترب من الجزيرة. في النظر ان حكم المباراة هذا ما ادري ليش افترض ان حكم المباراة اول الحاضرين يشاهد كل شيء، يسجل كل شيء، يدون كل شيء. لاحظ هنا ما الذي حدث، العقلاء من الجانبين. لاعب هنا برافو، والله برافو. لاعب اهلاوي يطلب من حماده طلبه الهجوم، وبالتالي هذا ما يجب ان يكون من الكل. الامور عزيزي المشاهد، لكن السوبر حتى الان بدون حكم، بدون طاقم تحكيم. طاقم التحكيم كله دخل الى غرف الملابس. شوف هذه اللعبه من خليفة أبو تريكة رمضان صبحي، ربما هي أثارت غضب حازم إمام الذي دخل هنا واشتبك أيضا مع حسام غالي. ما يجوز أنتم سفراء لمصر، ما يجوز هذا. لا للنادي الأهلي يبحث عن هدف رابع، والكرة إلى ضربة ركنية. الشناوي ابعد الكرات الماضيه، نعم، وبالتالي لاحظ لعبه عبد الله السعيد ولعبه الغاني. بعد ذلك مباراه النجوم الخمسه، وفي ملعب النجوم الخمسه، وفي ليله تستحق بالفعل ان تكون ليله بالفعل تقديرها رائعا بكل معنى الكلمه. ضربه ركنيه للزملكاويه، الروح الرياضيه، ما اجمل الاحترام، ما اجمل الجمال، ما اجمل النظام. عماد متعب بينادي على حسام غالي، انا شايف الماتش ده قبل كده، شايف الصوره دي قبل كده، شايف المشهد ده قبل كده، وسقف لعماد متعب. الحقيقه هايل يا عماد، والله شيء جميل جدا. ما الروح، عشان تسالوا على النادي الاهلي تعرفوا النادي الاهلي، شوفوا اللي حصل ده، صمم لانه قال الكابتن الفعلي هو عماد متعب. اذا هي كاس السوبر اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النيل في كل مكان. حسام غالي الكابتن الفعلي، وعماد متعب كابتن الملعب، ولفته ولا اروع من تصرف نبيل زي ما قال الكابتن ايمن يونس من الكابتن عماد متعب للكابتن حسام غالي. وما زال الملعب كما هو، دون وجود ضجيج، دون وجود ازمه، دون وجود مشكله، والاهلي يحتفل